ذكر الإمام الأصمعي رحمه الله، إمام في العربية، على أن امرأة أعرابية كانت ترعى شاة تقتات على لبنها، وقد وجدت ذئبا حديث الولادة فعطفت عليه وأخذته معها إلى بيتها، وجعلته يتغذى على لبن تلك الشاة. ومع عدة شهور كبر الذئب وأصبح حيوانا شرسا. وفي أحد الأيام عادت الأعرابية إلى بيتها فوجدت الذئب في غيابها قد هاجم الشاة وأكلها قبل عودتها، فحزنت وبحرقة ولوعة عصفت بفؤادها أنشدت قائلة: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذئب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب.